تعليق غير متوقع لهانز فليك بعد فوز برشلونة على فاييكانو. صحافة مدريد تستشيط غضباً بعد انتصار برشلونة الجدلي. تقارير توضح سبب استبعاد كوندي من تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو. والد نيمار يكشف حقيقة انتقال اللاعب إلى برشلونة في الصيف. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول حالات مباراة برشلونة وفاييكانو. وإذا كنت من محبي ومتابعين نادي برشلونة، لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك ومتابعة لصفحتنا. وهيا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليق غير متوقع لهانز فليك بعد فوز برشلونة على فايكانو. فاجأ المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة جماهير الفريق بتصريح غير متوقع عقب فوزه على رايو فاليكانو واستعادته لصدارة الدوري الإسباني. حقق برشلونة انتصاراً صعباً ومهماً على رايو فاليكانو بهدف نظيف سجله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء حصل عليها المدافع إنيغو مارتينيز. وعانى الفريق الكتالوني خلال المباراة، حيث فشل في تعزيز تقدمه رغم كثرة محاولاته الهجومية، كما تعرض لعدة تهديدات من الفريق الضيف. وفي النهاية نجح البارسا في حصد 3 نقاط ثمينة منحته صدارة الترتيب مجددا بعدما تساوى مع ريال مدريد في عدد النقاط مستفيدا من فارق الأهداف. هانز فليك: أشعر بالإرهاق بعد استعادة صدارة الدوري الإسباني. علق هانز فليك على فوز برشلونة ضد رايو فاليكانو واستعادة صدارة الدوري الإسباني، وتلقى سؤال من أحد الصحفيين عن شعوره بعد المباراة، ليرد قائلا: بصراحة أشعر ببعض الإرهاق. يضحك وتابع: اللاعبون سعداء، لقد لعبنا بشكل جيد، ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل. كانت مباراة صعبة لأن الخصم قدم أداء رائعا، هذا ما يمكنني قوله، وبالطبع علينا التحدث عن هذه الأمور. سنحلل كل شيء ثم نرى ما الذي يمكننا تحسينه. هذا ما حدث. وتابع: اللاعبون سعداء، وبالطبع جميع أفراد النادي سعداء أيضا. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جدا، رغم أنني أرى أنه يمكننا تقديم أداء أفضل في المستقبل. وأكمل هانز فليك: كنا متأخرين ب7 نقاط، لكن قلت في تلك اللحظة إننا سنحاول الفوز. نحن الآن في وضع جيد، وهذا أمر جيد للنادي، وأعتقد أيضا أنه يعزز ثقة اللاعبين، وبالطبع هذا مهم للجماهير وللنادي بأكمله. إنه شيء كبير، لكنه ليس النهاية. لا يزال أمامنا طريق طويل جدا. صحافة مدريد تستشيط غضبا بعد انتصار برشلونة الجدلي. تفاعلت صحف مدريد مع الفوز الجدلي للغريم برشلونة في مواجهة رايو فايكانو في إطار منافسات الدوري الإسباني. ونجح برشلونة في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد أن حقق انتصاراً صعباً على فايكانو بنتيجة 1-0، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب لويس كومبانيس. وعنونت صحيفة ماركا المدريدية تقريرها عن المباراة بالقول: إن برشلونة استعاد صدارة الليغا بعد لقاء جدلي. وأشارت الصحيفة إلى تصريح الخبير التحكيمي ألفونسو بيريز، الذي أكد أن فايكانو حرم من هدف صحيح في الشوط الأول. وكان الحكم قد أثار الجدل في الشوط الأول حينما ألغى هدفاً سجله فايكانو بداعي التسلل، وهو القرار الذي تسبب في موجة غضب كبيرة. واختارت صحيفة آس المدريدية عنواناً أكثر حدة، إذ قالت عن المباراة: الفار، تقنية الفيديو، يمنح برشلونة الأجنحة. وأشارت الصحيفة إلى الجدل الذي واكب المباراة، سواء فيما يتعلق بالهدف الملغي أو ركلة الجزاء التي طالب بها لاعبو فايكانو. ونقلت الصحيفة تصريحاً لحارس فايكانو أوجوستو باتالا الذي قال فيه: لا أريد الحديث عن التحكيم من باب الاحترام وليس خوفاً من العقوبات المحتملة. واستعاد برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وسيلعب الجولة المقبلة ضد لاس بالماس على أرض ملعب غران كاناريا يوم 22 فبراير. تقارير توضح سبب استبعاد كوندي من تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سبب استبعاد الدولي الفرنسي جوليس كوندي لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة من المشاركة أساسياً ضد رايو فاليكانو. واستضاف برشلونة نظيره رايو فاليكانو أمس الاثنين ضمن الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب لويس كومبانيس مونتجويك. برشلونة أعلن تشكيل الفريق لمواجهة رايو فاليكانو، وشهد غياب جوليس كوندي الظهير الأيمن الأساسي مع مشاركة هيكتور فورت بدلاً منه. التقارير الإسبانية، وتحديداً من خلال جيرارد روميو الصحفي الإسباني المقرب من برشلونة،
كشف عن سبب استبعاد كوندي، وهو أن اللاعب الفرنسي وصل المحاضرة الفنية متأخراً. وحسب ما أكد باسل طبال مراسل بي إن سبورتس من ملعب المباراة، أن اللاعب الفرنسي بالفعل تأخر في الحصة التكتيكية الأخيرة قبل مواجهة رايو فاليكانو، مما أدى لاستبعاده من جانب هانز فليك. التقارير الإسبانية أشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى، فقد فعل ذلك في إحدى مباريات أكتوبر الماضي. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقوم فيها هانز فليك باستبعاد لاعب بقرار انضباطي، حيث قام بالأمر ذاته في مواجهة برشلونة وأتلتيك بلاباو في نصف النهائي كأس السوبر الإسباني يناير الماضي. ومنذ ذلك الحين أصبح تشيزني هو الحارس الأساسي للبلوغرانا. وفي تعليقه على استبعاد كوندي، قال فليك في تصريحات لقناة الدوري الإسباني: هذا القرار داخلي ولا يمكنني قول أكثر من ذلك. والد نيمار يكشف حقيقة انتقال اللاعب إلى برشلونة في الصيف. أثارت أنباء عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، إلا أن والد نيمار قد خرج بنفي قاطع لهذه الشائعات، مؤكداً عدم وجود أي مفاوضات جارية لعودة ابنه إلى الكامب نو. وكانت العلاقة بين نيمار ووالده وإدارة نادي برشلونة متوترة، خاصة بعد رحيل اللاعب إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية. وانتقل نيمار إلى نادي سانتوس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي الهلال السعودي بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين. وشارك نيمار مع الهلال في 7 مباريات فقط على مدار موسم ونصف، بعد تعرض لإصابة أكثر من مرة. والد نيمار ينفي رحيله من سانتوس. قال والد نيمار دا سيلفا في تصريحات صحفية عن شائعات عودة ابنه إلى برشلونة: لم نأتي إلى سانتوس للعب لمدة 5 أشهر، بل جئنا لمنح سانتوس الفرصة لإعادة هيكلة نفسه خلال هذا الوقت، والبحث عن حلفاء يمكنهم مساعدة النادي على العودة إلى قدميه. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول حالات مباراة برشلونة وفايكانو. حسم خبير تحكيم الجدل حول الحالات التي شهدتها مباراة برشلونة ورايو فايكانو التي أقيمت مساء الاثنين في الدوري الإسباني. وفاز برشلونة على ضيفه رايو فايكانو بهدف دون رد في الجولة 24 للدوري الإسباني. وصعد برشلونة إلى قمة ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد حامل اللقب. وسجل رايو فايكانو هدفاً عن طريق خورخي دي فروتوس، لكن تم إلغاء الهدف بسبب تدخل نتيكا على إنيغو مارتينيز مدافع برشلونة أثناء اللعبة. وقال الخبير التحكيمي الإسباني إيتورالدي غونزاليس عبر قناة كاروسيل ديبورتيفو إن القرار صحيح بإلغاء الهدف ولا يوجد مجاملة لبرشلونة. وأضاف: نتيكا لاعب رايو فايكانو أعاق إنيغو ولم يسمح له بمواصلة الركض، وبالتالي هناك خطأ في بداية اللعبة. ولم يحتسب الحكم أيضاً لعبة بها شكوك حول ضربة جزاء لصالح رايو فايكانو بعد سقوط أحد لاعبيه إثر التحام مع باو كوبارسي مدافع البارسا. وقال إيتورالدي: الكرة بها التحام مشترك بين اللاعبين وليس إعاقة من لاعب برشلونة، والتدافع كان متبادلاً وليس من لاعب تجاهاً آخر بشكل منفرد.